لا أعلم إن كان البشر يملكون أرواحا أو الأشباح، ولكنني أعرف أننا نشعر بالأحوال في ظلال الفناء. غادي يتلاقاو البنات بثلاثة من بعد ما سالوا يوم من الدراسة باش يمشيو يدوزو العطلة عند وحدة فيهم كما اتفقوا السيمانة اللي فاتت. غادي يشدو الطوبيسة يمشيو يجلسو في الكراسة اللورا باش يقدروا يدويو على خطة اللي غيمشيو بها في هاد الويكاند. في طريقهم للدار نطق وحدة وغتقول: ما كنتش متوقع بان الخالة تخليك تجي يا سمر. الدرع باش قدرت اصلا نقنعو، خصوصا دابا راه قرب الامتحانات الثانويه وبغاتني نجيب شي نقطة في الباك مزيان باش نقدر ندخل شي مدرسة عليا. وكي دارت بدات رأيها في اخر لحظة: حيت تثق في امك وتثق في التعامل ديالها معانا، يمكن راك كتثق فيا اكثر ما كتثق فيا. وشنو عليك انت يا نجوى؟ راك مثلا انت لقيتي صعوبة باش تقدر تقنع امك؟ لا انا ما لقيت حتى شي مشكل، بس ولينيش اصلا فين غاديه، تعرفيني دايما كنجي عندك. قلت لها: سمر انا بعدا كنحس لك على الثقه ديال امك فيك، كنت تشوفي انا ما كيخليني ندير والو، فين غاديه فين جايه. لا بالعكس سمر، انا ما كنشوفهاش كاع ثقه بقدر ما كنشوفها بانها لا مبالاه وكاع ما كيديوها فيا. يا ودي اللي بغات تكون على اي حال حسني من هذا الحبس اللي عايشه فيه انا. اش بان لك امونه في الهضره ديالي؟ حيت امك كتبان امي شويه في داك فين داخله فين خارجه، كنحس بهم كيبالغوا شي شويه. لا ردات عليها منى: انا الصراحه ما نخبيش عليك، ما عمرنيش الحرص ديال امي عليا خايبه بديك الدرجه اللي كتشوفيها انت. انا بالعكس نشوفها حب وخوف عليا. غادي تحط سمر يديها على منى بحال هكا، غادي تقول لها حب خانق، غادي تقول لهم: نجواش بالك ونتبادلوا الامهات، انا بعدا الاسلوب ديال امك عاجبني. صافي مشات نجوا جيبي العقد ديال التنازل على امك وانا نجيب العقد ديال التنازل على امك. المهم بقاو مناقشين شنو غيديروا حتى وصلوا للطوبيس للمحطه اللي قريبه من الدار ديال منى. قلت لهم: نجواش بان لكم نمشيو لواحد السناك هنايا قريب نتغداو قبل ما ندخلوا للحبس. اش من حبس كدوي عليها نجوى؟ الله يهديك. لا عندها الحق منى، باينه مننا نكتبوا الباب نتاع ديك الدار ما نخرجوا حتى 2 الصباح. ماماك ما تعاودش تخلينا كاع نخرجوا، هادشي علاش تثق فيها امي حيت عارفه الزيار ديالها. لا ما تخافوش البنات، راه دويت مع امي في هذا الموضوع هذا وعدتني بانها تخلينا نخرجوا 2 المرات. وبالنسبه للغدا راه دايره بحسابكم، يلاه غير دخلوا تفضلوا. قالت نجوى: كنحس بهذا الغدا بحال شي طعم، غندخلوا غتسد علينا الباب ما نخرجوا حتى 2 الصباح. وصافي البنات واش انا نضحك عليكم؟ دخلوا تفضلوا مرحبا بكم. غادي تقول لي نجوى باينه عليها الحشمه شي شويه: واش كاين راجل بالداخل؟ شوف السيده لما كتسول ها باينه مزعوطه في خوك. سكتي سامر، اش دخلك انت لهذا الشيء؟ ردات عليها منى قالت لها: صافي غير تهني، راه جبرها طار من يدي. فراسكم البنات واحد الحاجه كاع ما قلتها لكم، ماما غدا تمشي تخطب ليه. شنو؟ صافي غادي يخطب؟ صافي طار من يديك. شحال من مره كان كيدور عليكم اللي كنتي دافع عليه كبير. السيد راه قرا وتخرج وخدم، السيد راه بغا يتزوج يدير ولادو ودارو، شنو يبقى يتسناك لينتي ولا شنو؟ وزيد على ذلك اصلا ما بقاش ساكن معنا، راه من نهار مشى يقرا في هذيك المدينه واستقر فيها وخلى المهمه ديال التقليب على الزوجه المستقبليه لامي. ردات عليها نجوى: كيفاش يدير يتزوج بوحده ما عمو شافها من قبل؟ هادشي عادي ولا اعتيادي كاع نجوى، ولكن ما يكونش تبغيها ولا عارف عليها والو ولا عارف كاع على الماضي ديالها. غادي يشدو في نجوى وغيطلع عليه مزيان حيت باينه فيها مسكينه تفقصها فاش عرفت بان فارس احلامها مشى ما بين يديها. المهم يدخلوا للدار يحطوا حوايجهم ويهبطوا باش يسلموا على ام راجا اللي هي الام تاع منى. فاش دخلوا عليها لقاوها جالسه مع واحد المراه في الثلاثينيات في عمرها بحال هكاك. كانت اول مره يشوفوها صحابات منى وجاتهم بحال شي شويه في شكل. الملامح ديالها كيبانوا قاصحين، عينيها مكحلين بزاف لدرجه ان الكحل خارج على الجناب، ويديها وصباعها عامرين بالخوات مداوي الفصوص والاساور ومشومه بواحد الوشوم ورموز بسيطه وغريبه واللي كيبانوا ماشي بحال الوشوم العاديه. وفي العنق ديالها كان واحد العقد بحال هذوك العقد القدام ديال اللبان، وضفارها كانوا طوال ومبرومين مصبوغين بواحد اللون مزيج ما بين الزرق والكحل. اول ما طيح عينيك عليها يعطيك واحد الانطباع راكم عارفين شنو كنقصد. غادي تبوس منى الراس واليد ديال امها ومن بعد غادي تسلم على ديك المره الثلاثينيه: اهلا ام حسن، اش اخبارك؟ ولكن غتقولها لها بواحد الطريقه اللي بارده وباينه بانها دايره غير الصواب وصافي، يعني ما حاملهاش من الاخر. بخير بنتي الحمد لله، واشنو ما تعرفيناش بصحاباتك. غادي يقربوا البنات من الام تاع منى وغادي يبوسوا لها راساتهم. هادو ام حسن هما اقرب صديقات لبنتي، يعني الروح بالروح كما كنقولوا، قراو مع بعضياتهم من الصغر وهما صحابات من الصغر. هادي سمر وهادي نجوى. غادي تشوف فيهم ام حسن واحد الشوفه اللي ما كتريحش وغادي تبتسم. تيقولوا بان الصداقه ديال الصغر هي احسن حاجه. على اي حال امي حنا نطلعوا لفوق المتسالي مع ام حسن وننزلوا ديك الساعه. واش باغا مني شي حاجه قبل ما نطلع امي؟ لا بنتي ما يخصنا والو، نرضي عليكم يسيروا طلعوا من هنا ساعه ان شاء الله يكون الخدا واجد باش تبداو تغداو. هما طالعين في الدرجه تقول سمر لمنى: شكون هي هاد المراه الغريبه اللي جالسه مع امك؟ ردات منى وهي كتصوت: جارتنا ام حسن ما كتفارقش كاع مع امك. قالت نجوى: لا هاد السيده هادي مرتاح لهاش كاع خاطري.
وتا ديك الشوفات اللي كانت تدير فينا ماشي تليه. ما عرفتش حتى واحد اصلا في هاد الحياه ما ترتاح ليها غير امي. وعلاش امك مصاحبه مع مرا بحال هادي؟ شنو باغا دير بيها؟ ما عرفتش والله، ما عرفتش شنو نقول لكم، ولكن الحاجه اللي عارفه بانها عزيزه على امي وما كيتفرقوش كاع. منين جايه هاد المعزه هادي؟ كيبانوا مختلفين. امك واحد الانسانه اللي متدينه والحجاب والصلاه اما الاخرى اعوذ بالله بينها مش شوفها شنو هي. او البنت ما كتشوفونيش كي كندوي معاها وكندير نتعامل معاها ببرود. اصلا ما حاملهاش كاع تجيني. وشحال من مره نصحت ماما تقول ليها تبعد منا وتعطينا اتساع، ولكن بلا فائده. دائما ماما كتقول بانها انسانه خيره وقلبها ابيض وطيب، واخا الشكل ديالها الخارجي ما كريحش. قالت لهم سمر في خباركم البنات واحد الحاجه ما عرفتش علاش تنحس بان هذيك السيده ساحره. الشكل ديالها واللباس ديالها هادشي كامل كيدل بانها مشعوذه. الصراحه سمر ما نخبيش عليك، حتى انا متفقه معك في هادشي، حتى من الطريقه باش نسيطر على امي راه بصراحه داكشي في شكل. قالت لهم جوا الله يهديكم البنات، ماشي غير حتى تجلس مع امك من وقت لاخر صافي راه السحاره وراها مسيطر عليها. قالت لهم منى القضيه راه ما حبستش هنايا، شحال من مره شفت امي كتود ليها الفلوس حسي مسي، وحتى هادي عادي منى ربما كتعطيها الصدقه. ما فهمتينيش نجوى، ما فهمتينيش. المشكله ماشي هي تعطيها الفلوس، المشكله في الطريقه باش تعطيها الفلوس والعدد المرات اللي عطاتهم ليها. بزاف عادي البنات، ما كاين ما احسن من الصدقه المستوره، هي اللي كيقبلها ربي والاجر ديالها كبير. والله ما عرفتش البنات، حتى فاش فتحت معاهم الموضوع قالت لي دخلي سوق راسكم وما تبقيش تدخلي داكشي اللي ما كاينش. وماشي غير هادشي البنات، كاينين شي حوايج اخرين. الزيارات ديالها امي في اوقات غير مناسبه، بعض المرات في اوقات متاخره بزاف كاع، بعض المرات تكون ناعسه كتنوض تخسر نعاسها باش تستقبلها وكدير لها الخاطر. وهذه ماشي هي اول مره ولا الجوجه ولا الثالثه، بل كتجلس معاها بالسوايع بحال قلتو، ما كتقدرش تقول لها لا ولا ترفض لها شي طلب. وهادشي من غير انني اول ما كندخل عليهم اما كيقلبوا الموضوع اما كيسكتوا، غير باش ما نسمعش فاش كانوا كيدويو. عادي يا منى، يقدروا يكونوا كيدويو في شي موضوع كبير عليك وما بغاوكش تسمعيهم، ولكن ما تنكرش بان ام رجب هي واحد المراه متدينه، فكيفاش غادي تصاحب مع مراه بحال هذه الحجاب هو الاخر ما دايرهاش. قلت لهم جواش غادي تحكموا عليها من الشكل ديالها الخارجي؟ ما يحقناش نحكموا عليها وحنايا مع عمرنا تعاملنا معاها من قبل. ردات منى انا فين تعاملت معاها من قبل، التعامل ديالها ما عجبنيش ماشي حتى ليه. بحالاش منى شنو وقع لك معاها؟ غادي تنوض منى السرجم اللي كتطلع على الزنقه وغادي تشير لواحد الباب ديال واحد الدار. شفتوا الباب ديال هذيك الدار؟ هذيك هي الدار ديالها. انا كيعجبني نراجع بالليل وانا كنطلب السرجم. شفت بزاف ديال الناس كيزوروها في اوقات مختلفه، رجال وعيالات. هي اصلا واحد السيده اللي ما مزوجاش وما عندهاش عائله كبيره هنايا. على هذا الحساب هذه راه ماشي ساحره، هذه راه غادي تقطع نجوى قبل ما تكمل. الله يهديكم، كتهتكوا العرض ديالها ولا شنو؟ باش من حق غادي تتهموها بحاجه ما عمرها شافت عينيكم. واخا نجوى شنو الا قلت لك بان امي طلبات منها تمشي معاها باش يخطبوا لخويا، وانا اللي بنتها ما طلبتش مني هذا الشيء، انا هي احق بهذا الشيء، انا احق باش نمشي معاها اولا. قلت لها نجوى لهاد الدرجه كاع وعلى هذه القضيه راه فيها شي حاجه ما هياش. قلتها لكم البنات، قلتها لكم هاد المراه هادي راه مسيطره على امي. وعلاش ما عمرك فتحتي معنا هذا الموضوع منى؟ حيت واخا هكاك ما كنتش مقلقه لهاديك الدرجه. حتى البارح فاش قالت لي راه غيمشيو يخطبوا لخويا ودارت السبب اللي غتكونوا معايا وما بغاتنيش نتلها عليكم. قلت لها سمر انا بعدا متفقه معاك، العلاقه ديال هاد السيده مع امك فيها شي حاجه ما هياش. ايوا شنو غندير في نظركم؟ نشكيوها للبوليس؟ الفكره كتبان غبيه ولكن منطقيه في نفس الوقت. ولكن قبل هذا الشيء خصنا شي دليل بعدا على ادانتها بانها كتعامل بالسحر وباللي مسيطره على امي وواكله ليها دماغها. ومنين بغيتيني نجيبوا هذا الدليل لمنى بالسلامه. قالت لهم نجوى واش تسطيتوا البنات؟ لا واقيلا تسطيتوا. قولوا لي شنو كتخربقوا دابا؟ ردات عليها منى انت راه ما فاهمه حتى شي حاجه، امي راه في خطر.